ايه رايكم يا جماعه؟ فرحة الليلة دي فرحة وبس، حب وغنى مزيكا ورقص. دعوات جدية لمقاطعة حفل أصالة نصري المقرر ب5 الشهر في مصر من تنظيم ابنها خالد الذهبي. هي الفكرة غريبة شوية، متحف وفرعوني وحاجات كده، يعني طبيعي اللي يغني حد مصري. يعني عندنا أنغام، أمال ماهر، شيرين. مساء الخير، يسعد مساكم. انا يشرفني اقول لكم ان لاول مره في وطن العربي هتحضروا لايف ايفنتس through A5 company، من خلال A5 company. المهم استنوني 5/5 ان شاء الله يوم الجمعة هنقضي سهرة حلوة. قدومي وانا هغني مع مامي. وبس شو حاجه هتغني واحده. معي؟ ايه رايكم يا جماعه؟ فرحة. الليلة دي فرحة وبس، حب وغنى مزيكا ورقص. اصل معايا دعوات جدية لمقاطعة حفل أصالة نصري المقرر ب5 الشهر في مصر من تنظيم ابنها خالد الذهبي، من مصريين كثيرين غاضبين من تمجيد أصالة بالمملكة العربية السعودية، وقالت أصالة أنه فضل السعودية كبير عليها، وهيدا الفضل هو اللي عمل مسيرتها وهو اللي خلق لها كل هذا النجاح والانتشار العربي. جاية لأنه هذا اليوم شايلني مسؤولية كتير كتير كبيرة، أكبر حتى من المسؤولية اللي كنت أنا فيها. شكرا جزيلا على اهتمامكم، على تكريمكم. شكرا هيئة الترفيه، على رأسها الحبيب الشجاع البطل أبو ناصر. ألف شكر جزيلا. ابن الجيران لما يجيني واتبناه ويبقى ابني لا ما يغلطش. علما انه مصر ساهمت بل صنعت شهرة أصالة في العالم العربي من بعد ما قدمت سلسلة من أهم الأغنيات المصرية اللي أدخلتها إلى منازل كل العرب وخلتها اسم راسخ في الموسيقى العربية، واسم يسعى المستمعون العرب من كل مكان ومنطقة عربية إلى الاستماع إلى جديده. أصالة ما ذكرت مصر، أصالة ما ذكرت سوريا، ما ذكرت وطنها، تنكرت إلى وطنها، وهيدا الشيء ما بنستغربه من بعد ما طلعت بيوم واحد بعد زلزال المدمر اللي ضرب سوريا وتركيا. ست أصالة عايزة تيجي تغني في متحف الحضارات في شهر مايو اللي احنا فيه دوت. هي الفكرة غريبة شوية، متحف وفرعوني وحاجات كده، يعني طبيعي اللي يغني حد مصري. يعني عندنا أنغام، أمال ماهر، شيرين. لو عايزين أصوات رجالي، علي الحجار، مدحت صالح، منير. عندنا يعني ناس تقيلة جدا، فليه نجيب حد من بره؟ الا مثلا لو كان المنظم الحفله عايز يصلح لها علاقاتها مع الشعب المصري بعد ما قالت الكلمتين الخايبين زمان دولت، ان هي ردعت وتربربت وترعرعت في احدى الدول الجميله اللي احنا بنحبها. أبشروا، تم إلغاء حفل أصالة في المتحف المصري. دعواتنا ودعوات إخوان المصريين كلهم جابت نتيجة، والدولة بقت تسمع لنا. الدولة بقت تسمع لنا، بتسمع للرأي العام. ويا ريت أي حفل مصري، يعني مصري، الحفلات العادية عادي يشارك فيها جميع العرب مش مشكلة، إنما الحفلات ذات الطابع المصري البحت اللي احتفالات وطنية، احتفالات يعني تخص الحضارة المصرية زي افتتاح المتحف الكبير، فين المطربين النوبيين المصريين؟ فين؟ هم أولى ولا أصالة اللي في الشمال أولى؟ أحسن حاجة عملوها إن هم لغوا الحفل لأصالة بالذات. المصريين هم أولى بالحفل.